أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من رحلة في عقولنا. النهاردة بنغوص في فكرة كده بتقابل ناس كتير وبتاخد من تفكيرهم وقتهم، فكرة أسير الماضي. المادة اللي معانا بتشرح إزاي ممكن ناس تفضل كأنها محبوسة في اللي فات، في ذكريات وتجارب عدت وخلاص. خلينا نفكك الفكرة دي زي ما المصدر بيقدمها، ونشوف ليه ممكن تكون خطيرة، والأهم إزاي نلاقي سكة للخروج منها. هو اللي لافت للنظر فعلا في كلام المصدر هو وصفه للماضي. مش بيشوفه مكان وحش وخلاص، لا، هو مكان ممكن نروح له ونتعلم منه درس، نفهم حاجة، بس مش مكان نقعد فيه على طول. السؤال المهم اللي بيطرحه المصدر بقى، طب ليه أصلا بنعلق هناك؟ وإيه إيه اللي بيحصل لما بنفضل واقفين كده؟ تمام قوي. المصدر بيرسم صورة لناس ممكن تكون حرفياً بتصحى وتنام وهي بتفكر في مواقف حصلت من زمان قوي، كأن في شريط ذكريات حزين كده شغال في دماغهم ليل نهار ومش راضي يقف. وبيستخدم تعبير قوي قوي، بيقول الماضي ماسكهم من رقبتهم. الأمثلة كمان اللي بيقدمها من الواقع المصري بتوضح ده جدا. أم لسه بتلوم نفسها على غلطة عملتها زمان في تربية ولادها، أو مثلا شاب لسه زعلان على قرار شغل خده بسرعة زمان ومش عارف يسامح نفسه عليه. أو بنت خايفة تبدأ أي علاقة جديدة خالص بالظبط. بسبب تجربة قديمة كانت مؤلمة. الفكرة الأساسية اللي هو الندم واللوم والذكريات دي بتقيد الواحد. وهنا بقى بتيجي الخطورة اللي المصدر بيتكلم عنها بوضوح شديد. العيشة دي بتستهلك الطاقة النفسية تماما، بتستنزف الواحد، تلاقيه مش قادر ياخد أي قرار جديد في حياته حتى لو القرار ده مهم. فعلا، ده غير طبعا إنها بتأثر على علاقاته الحالية، سواء بأهله، أصحابه، شريك حياته. العلاقات دي بتبوظ وبتدخله في دايرة حزن كده مستمر على حاجات خلاص ما بقتش في إيدينا نغيرها أصلا. الأخطر بقى من كل ده، زي ما المصدر بيقول، إن الموضوع ممكن يوصل لكره الذات. يا أيوة، وإن الواحد ينسى مفاهيم أساسية ومريحة جدا زي التوبة والمغفرة. المصدر بيعتبرها باب رحمة دايما مفتوح، كأن الماضي ده بيتحول لسجن بجد. بس المصدر بيرجع ويقول حتة مهمة: مفاتيح السجن ده في إيد الشخص نفسه. فكرة إن الواحد يوصل يكره نفسه بسبب اللي فات دي لوحدها مرعبة. طيب إزاي بقى نفك القيود دي؟ إيه المفاتيح اللي بتقول عليها دي؟ روشتة الخروج اللي المصدر بيقدمها شكلها إيه؟ بصي، المصدر بيقدم كذا خطوة كده، فيها جانب عملي وجانب روحاني. أول حاجة، ودي يمكن الأهم، هي الفهم والقبول. يعني إيه؟ يعني نسلم بحقيقة إن الماضي حصل وخلاص، مش هيرجع يتغير. لكن، ودي النقطة المهمة، تفسيرنا إحنا ليه ونظرتنا ليه هي اللي ممكن تتغير. وهنا بيستخدم المصدر بآية كريمة جميلة قوي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن كان في خير وإحنا مش واخدين بالنا. سبحان الله. تاني خطوة هي مسامحة النفس. نعترف إننا بشر بنغلط عادي، والمصدر بيذكرنا بالحديث الشريف: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. التوبة هنا خطوة مهمة قوي. مش جلد ذات، لأ، توبة وبداية جديدة. بالظبط كده. تالت حاجة بقى هي الحركة. نبتدي ناخد خطوات عملية في الحاضر، حتى لو خطوات صغيرة جدا في الأول، بس المهم نكسر حالة الجمود دي، نفتح صفحة جديدة بفعل حقيقي. وأخيراً، المصدر بيأكد قوي على أهمية وقوة الدعاء، اللجوء لربنا، وكمان إننا نحوط نفسنا بناس إيجابية، ناس بتشجعنا نبص لقدام، مش بتفكرنا باللي فات. جميل قوي المزج ده بين إن الواحد يتقبل الواقع نفسياً وفي نفس الوقت يستعين بالجانب الروحي. مش بس فهم وتحليل، لأ، ده في دعاء وتوبة وثقة في ربنا وناس كويسة حوالينا. والخلاصة اللي بيوصلها المصدر كده واضحة ومباشرة جداً. فعلاً، الخلاصة قوية ومختصرة. الماضي ده صفحة قريناها أخدنا منها درس أو عبرة، تمام، لكن ما ينفعش نسكن فيها. الحياة دي كتاب ولسه فيه صفحات كتير جاية محتاجة تتكتب. يبقى الرسالة الأساسية من المادة اللي استعرضناها النهاردة هي نتعلم من الماضي، من تجاربه وأخطائه، بس ما نسمحلوش يوقفنا، ما نخليهوش يسرق حاضرنا أو يخوفنا من مستقبلنا. الحياة بتمشي والتركيز لازم يبقى على دلوقتي وعلى اللي لسه ممكن نعمله. وده بيفتح لنا باب لسؤال مهم كده ممكن كل واحد فينا يفكر فيه. لو فهمنا إن ممكن يكون في ناس حوالينا أو حتى إحنا نفسنا عايشين بالنمط ده، إزاي ده يخلينا نتعامل برحمة وتعاطف أكتر، سواء مع نفسنا أو مع غيرنا في اللحظة الحاضرة دي اللي إحنا عايشينها؟
المصدر بيختم كلامه بالتشويق للموضوع الجاي في سلسلتنا رحلة في عقولنا، وهو نمط تفكير تاني منتشر قوي للأسف وبيسبب قلق وتوتر لناس كتير: التركيز الزايد قوي على المستقبل والخوف منه. المصدر بيسميه قلق بكرة، وبيوصف العقل في الحالة دي كأنه دايما سابق بخطوة، بيجري لقدام وهو خايف ومرعوب من اللي لسه ما جاش ويمكن ما يجيش أصلا. فلو دماغ أي حد دايما في بكرة وقلقان من المجهول، الحلقة الجاية هتبقى مهمة جدا ليه.